أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. مرحبا واهلا وسهلا فيكم على قناتي. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. انت عم تشوفوا فيديو اليوم. مبدئيا بتمنى كل مين يشوف هذا الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد انا بنزله، واكيد واهم شي تحطوا لي لايك كتير كبير لاتشجع وان شاء الله واصور فيديوهات اكتر واشارك يومياتي معكم. فهون يا حبايبي بداية بلشت الفيديو أكيد من أول طلعت الشمس. هيك أول ما فقت ما شاء الله طلع الشمس والجو ولا أروع. ايه والله قلت أول شي أخذ لكم لقطة مع الشمس بعدين أشرب قهوتي. فهون أكيد فقت الصبح وكان وراي كتير شغل. ايه والله فهون قلت بس لازم أول شي أشرب قهوتي وأصحصح وأشارك يومي كله معكم. فهون يا حبايبي بعد ما شربت قهوتي اكيد صار وقت الحوسة. ايه والله فهون يا اصدقائي مثل ما بتعرفوا بفيديو اللي قبل هذا عزلت المطبخ خالص، الخزن الرفوف اللي عندي بالمطبخ كله مسحتهم ونضيف. فبفضل عندي اني اغير السداجة، سداجة المطبخ عندي التانية البدل غسلته كمان نضيف. فقلت هيك انه بالمرة بخلص من المطبخ كله، يعني بصير عندي نظيف. ضل عندي غرفة النوم وغرفة البركة. ايه والله فهون قلت يا الله ويا رب يا بنت قومي بلا كسل اكيد. الله يديم الصحة والعافية علينا وعليكم يا رب. فهيك اول شي فضيت طاولة السفرة، قلت خليني امسحها على السوا لاني دا احط له المادة اكيد اخر شي بعد ما انظف المطبخ على السوا. فهون شلت الكراسي واكيد بقى دا الم هيك سداجات الممر غرفة النوم. ايه والله قلت هيك انفضن مرة انه هيك على البلكون الصراحة احسن ما انه من المنكسة مكنسة الكهرباء. ايه والله فهون بلشت ألم السداجة. وفجأة هيك حبايبي صار كم يوم عنا باسطنبول هيك ضباب والجو اكتئاب. ايه والله فالحمد لله بقولوا انه هذا الاسبوع الجاي كله مطر وان شاء الله في تلج كمان. الله يبعث الخير يا رب. ايه والله فهون مثل ما انكم شايفين حبايبي بلشت ألم سداجات هيك غرفة النوم الممر طبيعة المطبخ شلته. ايه والله فهيك قلت اول شي لازم اكنس البيت كله مع بعضه هيك عالسوا لانه اتأكد ما في غبرة. فهون يا حبايبي اكيد بعد ما كنست البيت كله عالسوا فجبت هون اكيد شقفة قماشة. هدول كتير كويسين اصدقائي جبتهم معي الصراحة من شغلي. فهدول كتير بينظفوا عالسوا فبلشت امسح البيت الصراحة غرفة غرفة وحتى المطبخ كمان مسحتهم كتير منيح. قلت هيك خلي مرة الصراحة ترتاح نفسيتي. ايه والله فمثل ما بتعرفوا صدقا لما بكون البيت نظيف والاراضي هيك عبلمع ولمع صدقا راحة نفسية انا عندي اياها هيك.
ايه والله. فهون اكيد بعد ما مسحت البيت كله وصار هيك ريحة النظافة والهفهفة والحمد لله. ايه والله. فهون بلشت بقى بأمد السداج. قلت هي المادة كمان عندي حبايبي، قلت اغطي الطاولة، طاولة السفرة. صراحة انا مديته يعني على الطاولة وكتير حبيته، فانتو كمان اعطوني رأيكم بالتعليقات. وهذا شكل نهائي لطاولة السفرة أصدقائي مع السداجة مثل ما شفتوا. مديت السداجة كمان وحطيت وجه الطاولة، فقلت هيك اخذ لكم لقطة. صراحة انا عجبني، وبتمنى انتو كمان تكتبوا لي بالتعليقات انه بدون وجه احلى ولا انه هيك حطيت له وجه ابيض احلى. بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات. فهون حبايبي اكيد صار المسويات، واجا ابن حماي واستلفتي لعنا والولاد اكيد. ايه والله فقلت هيك انه نساوي نوع انه شي كلياتنا بنحبه. ايه والله فقلت انه مالي غير خلية النحل كلياتنا بنحبه الصراحة. صدقا صدقا اصدقائي، صدقا بالله من اطيب الخلية النحل. يمكن تجربوها، جربوا هاي الطريقة وما راح تندموا، لانه كل حدا داق منه صراحة كلهم عجبون. فبتمنى انتو كمان تجربوا هاي الطريقة. فهون جبت هذا الحليب، كان في عندي حليب البراد طالعته أصدقائي 4 كاسات طحين. أول شي حطيت فوقهم ظرف خميرة فورية وظرف فانيليا. وعندي هون بركبة القهوة حطيت هيك نص كاسة سكر وكاسة ونص حليب، وتقريبا هيك معلقة زبدة، بس هي انه متجمدة، فهمتوا علي. طلعتها من البراد فورا الصراحة، لانه ما كنت بعرف انه بدي اساوي خلية النحل. فهون طلعته من البراد وحطيته مع الحليب والسكر، ذوبتهم كلهم مع بعضهم. وما غليت الحليب، مجرد هيك انه سخن ليدوب الزبدة. مثل ما قلت لكم طلعته من البراد. ايه والله فهيك حركتهم شوي لتخلي انه منه بيدوب الزبدة ومنه بيدوب السكر مع الحليب. وهون اكيد عندي حبة بيض كمان ضفت له. وهون بقى مثل ما انكم شايفين حبايبي، يعني الحليب سخن بس ما غليته يعني، وفضيته هون فوق الطحين. يعني هلأ هون عندي بالزبدية الكبيرة 4 كاسات طحين، فوقهم ظرف خميرة فورية وظرف فانيليا وحبة بيض ورشة ملح وكاسة ونص حليب دافئ ومعلقة زبدة أكيد مثل ما شفتوا، ونص كاسة سكر. هدول المقادير. فهون الصراحة أصدقائي بعد ما ضفت له الحليب كاسة ونص، طلع شوي إنه العجينة مريقة. ايه والله. فهون بعدين رجعت ضفت عليه طحين الصراحة، يعني ضفت عليه هون كاسة عالضبط. هون صار عنا 5 كاسات طحين أخد معي، مشان يكون عندكم علم. لأنه يعني حسب نوعية الطحين أصدقائي، في يعني أنواع طحين ما بيشرب سوائل كتير، لهيك يعني حسب نوعية الطحين أكيد بلعب دور. ايه والله. فمثل ما انكم شايفين هون يعني ضفت له أول شي نص كاسة طحين. قلت لها لسلفتي والله لسه بده، لأنه لسه كتير عم بلزق بالإيد، يعني هو إذا لزق بإيدينا إنه نورمال وعولت الأتراك، بس انه ما لازم كتير يلزق، فهمتوا علي. فيعني رجعت ضفت نص الكاسة، صار عندي القوام ولا اروع الصراحة. يعني اخذ معي 5 كاسات طحين عالضبط. قلت اخبركم هاي المعلومة مشان اذا جربتوا تساووا صدقا، وبنصحكم تجربوا هاي الطريقة، لانه صدقا كتير كتير طيبة طلعت. فهون مثل ما انكم شايفين ما شاء الله بعد ما عجنته عالسوا
هيك نديت ايدي بزيت النباتي، قلت هيك على الوجه. ايه والله، واكيد عيفه يرتاح تقريبا، يعني اقل شي ساعة ساعة ونص بدنا نحطه على الطرف ليرتاح العجينة. اكيد هون بقعد اغطي الوجه كتير منيح حبايبي، انه بحيث طاول انه العجينة ما تفتله هوا. مثل ما نكون شايفين هون غطيته ودا احطه على الطرف يرتاح. وهون اكيد حبايبي صار وقت العشاء، فقلت لبين ما يرتاح العجينة خلينا نجهز العشاء. فهيك يا حماتي الله يعطيها الف عافية ويديم عليها الصحة والعافية صدقا حبايبي. فانا وجوزي الحويش من اكلاتنا المفضلة والكتير منحبها الصراحة. فحماتي كانت جايبة حويش وهيك عطتني شوي، فيعطيها ألف عافية صدقا. الحويش صدقا حبايبي كتير كتير منحبه يعني إن كان أنا ولا جوزي. فأكيد هيك نقيته وغسلتن كتير منيح. مثل ما بتعرفوا بيجي عليه تراب، بيجي عليه إنه هيك حجار صغيرة. ايه والله، فأكيد هيك نضفتن كتير عالسوا وفرمتهم مثل ما انكم شايفين شوي خشن. ايه والله، وهيك رشيت لهم رشة ملح ورشة كتير صغيرة ملح الليمون ومعلقة فليفلة ناعمة. اكيد هدول 3 اغراض، يعني انواع البهارات ضروريات بالحويش وكتير كتير منحبها الصراحة. فهون بعد ما استوى اكيد بده جنبه بندورة وهيك شوية فجل واكيد كاسة لبن. ايه والله مثل ما انكم شايفين صراحة يعني أكلة ولا أروع، نحن كتير منحبها. فاللي بيحب أكلة الحويش اكتبولي بالتعليقات. أكيد هيك جنبه ليمون وهاللبنات صدقا يعني أكلة كتير طيبة ونحن كتير كتير منحبها أنا وجوزي. واكيد بعد العشاء صار بده فنجان قهوة بعد ما اكلنا هيك وجليت الجليات. سويت فنجان قهوة قلت خلينا نشربه لبينا ما يجهز عندي العجينة. وهون العجينة صارت جاهزة عندي أصدقائي. بس ملاحظة صغيرة أصدقائي، وقت جهزت مكونات الجافة حطيت معهم معلقة شمرة صغيرة. ايه والله، فبتعطي نكهة كتير طيبة للمعجنات الصراحة. واكيد سلفتي هي اللي عم بتصورني، يعطيها الف عافية يخليلي قلبها يا رب. ايه والله، فصدقا اصدقائي ما بتقصر معي ابدا ابدا. يعني مجرد ما تكون عندي وانا عم بصور او انا انه عندي شي صدقا ما بتقصر يخليلي قلبها يا رب. ايه والله، فحبايبي هون مثل ما انكم شايفين عم باخد هيك كرات صغيرة من العجينة. اكيد انه عم بحاول انه كلهم يكونوا نفس الحجم. نديت ايدي هيك بشوية زيت نباتي وعم بكورن مثل ما انكم شايفين. واكيد حبايبي فينا نحشيهم جبنة، فينا نحشيهم شوكولاتة واي اشي منحبه يعني. اكيد برجع لذوق ست البيت وكيف متعودين ياكلوها الصراحة. نحن هيك منحبها سادة، اطيب سادة. وهون اكيد حبايبي بعد ما هيك قربت اخلص العجينة شغلت الفرن 5 دقايق. قلت هيك خلي الفرن انه جوات الفرن يكون حامي، لانه ما بدي استنى عليه كتير، لانه لازم نريح العجينة حتى بعد ما نكورها. فهمتوا علي؟ فهون بعد ما كورتن طفيت الفرن ودخلته على الفرن. وانا مثل ما انكم شايفين ما شاء الله، يعني خلال 10 دقايق كان اخد عندي هذا المنظر. ومثل ما انكم شايفين ما شاء الله، يعني 5 دقايق بس افته جوات الفرن هو ومطفي بس الفرن حامي. فهون أصدقائي قلت بدل ما أدهن الوجه بالبيض أو صفار البيض، فجبت هون عندي دبس العنب الحلو يعني. وبالفرشاية هيك مثل ما انكم شايفين دهنت الوجه بدبس الحلو، دبس العنب.
صدقا عطى هيك طعم ولون ولا أروع. صدقا حبايبي جربوها وما راح تندموا. وهي الفكرة الصراحة سلفتية قالت لي انه بلا بيض انه دبس الحلو بطلع اطيب بكتير. وصدقا كان انه معها حق. صدقا كتير كتير طيب. هون هيك بعد ما دهنت الوجه بدبس الحلو اكيد دارشله شوية حبة البركة وسمسم الابيض، تعطي منه لون حلو ومنه نكهته كتير كتير طيبة. فحبايبي انتوا عم تشوفوا الفيديو، بتمنى منكم تشاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم، لانه رمضان على الابواب ان شاء الله هيك عقبال كل سنة يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. الله يديم الصحة والعافية وعقبال كل سنة يا رب. واحفظوا هذا الفيديو عندكم أصدقائي. إن شاء الله برمضان راح يلزمكم. صدقا كتير سهلة وكتير كتير طيب. وهون أكيد بعد ما زينته بسمسم الأبيض وحبة البركة أكيد أدخله على الفرن. ما شاء الله المنظر يعني شي بيشهي الصراحة. واخد معي تقريبا حبايبي 35 دقيقة بالفرن، اكيد شغال من فوق وتحت. ومثل ما بحكي بكل فيديو اكيد من فرن لفرن بختلف. وهون اكيد حبايبي اول ما طلعته من الفرن فورا غطيته بشقفة قماشة نظيفة اكيد ليضله طري. ما شاء الله الريحة والطعمة ولا اروع مثل ما انكم شايفين. فهون بعد ما طلعته من الفرن وشلت الغطا من عليه اكيد هفترك 5 دقايق يرتاح. فهون عندي قطر جاهز، اكيد القطر اختياري يعني شلون منحب. فينا نكتر وفينا نقلل. فنحن بنحبها هيك شوي على حلاوة اكتر. فرشيت له كمية منيحة من القطر على الوجه مثل ما انكم شايفين. فما شاء الله بتعطي هيك لون ولمعة كتير كتير حلوة الصراحة. وبهي الأثناء حبايبي أول ما طلعت الصينية من الفرن الصراحة اجيت بنت حماي كمانة والأولاد، وأكيد كان جوزها كمانة موجود. ايه والله. فهون صراحة انبسطت كتير، قلت هيك بناكل مع بعض. يعني هيك شغلات حبايبي بتاكل انه سخن سخن. ايه والله. فقلت منيح اجوا يعني بناكله مع بعض. والف صحة وهنا اكيد على قلب الجميع كل مين اكل منه. وانا اكيد طالت اورجيكم من تحت كمان. شايفين اللون؟ صدقا حبايبي بالشهي. وبس هيك حبايبي لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم يا رب، وان شاء الله هيك تكونوا عم تستفادوا ولو بشغلات بسيطة من محتوى قناتي. ففضلا وليس امرا حبايبي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد انا بنزله. تضلوا بخير يا رب، وبشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله.